هي حبت الفراولة في حياته، سيطرت على قلبه واتربعت جواه ولهفت عقله وبتعمل معاه فيديوهات. نجمة الشمال الأفريقي واخدة قوة شخصية محدش يتخيلها. نصها التاني باريسي وجمالها الفرنساوي يتحكي عنه كتب مش حكايات. بتتعود على العادات والتقاليد المصرية ومفيش في خفة دمها. مهنتها دكتورة تغذية والمطبخ لعبتها، ومهووسة بالنظافة، وحلم حياتها تبقى باردة رومانسية ومطلعة عين جوزها، وبتعشق الكلاب والتيك توك، وواخدة جستار مطربها المفضل. أسرار الجميلة اللي دخلت عائلة الساحر سارة مرات الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز. يا ترى ايه هي ابرز اسرار حياتها، وازاي مطلعه عين جوزها، ازاي اقنعته يظهر معاها في فيديوهات على التيك توك، هل ناويه تمثل، هل فعلا هي اللي خبطته؟ يلا بينا نعرف اسرارهم كلها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهايه. سارة مرات الفنان محمد محمود عبد العزيز حاجه كده تحسها من هوانم الزمن الجميل اللي مفيش في رقتهم وحلاوتهم، وفافي خالص ملهاش في اي حاجه، وبتقعد وكل اللي بتعوزه المساعده بتعمله. وبما ان نصها جزائري والنص التاني فرنساوي فهي معاها الجنسيتين. طبعا ده كل اللي باين للناس، بس الحقيقه ان ساره شخصيتها قويه جدا وب100 راجل، تحسسك انها بنت بلد من اول ما خلصت دراستها، ويمكن كمان من قبلها وهي معتمده على نفسها، ما بتاخدش اي حاجه خالص من اهلها، يعني اكل ولبس واي حاجه تحتاجها تجيبها من فلوسها. لو الفلوس اثرت معاها تستنى شويه لحد ما تحوش وتشتري اللي نفسها فيه، ولا انها تمد ايديها لابوها. ده مش معناه ان اهلها وحشين، بالعكس، من بيت كله ترابط وربوها على حب العيله والاخوات والاخلاق العاليه. وده بقى هو اللي خلى الفنان محمد محمود عبد العزيز يقع في حبها من اول ما اتعرف عليها في باريس. بس اللي محدش يعرفه انها شبه اتقدمت له وقالت له في وشه هتبقى جوزي وهفكرك بالكلام ده لما يحصل، وهو فعلا حصل وجابت رجله واتجوزها وخلفوا بنتهم تمارا. ساره ملهاش خالص في النكد، بالعكس مفيش في خفه دمها، ودايما بتدور على الحاجه اللي تدي طاقه ايجابيه ليها او للناس اللي حواليها. ده غير انها رومانسيه قوي وموفره لجوزها محمد جو اسري كله حب ودلع وضحك. بس رغم كده مطلعه عينه حرفيا باللي بتعمله فيه على التيك توك، وهي بتعمل ماسكات وتجرب عليه كريمات، وهو بيبقى فرحان جدا باللي بتعمله فيه وعلى قلبه زي العسل. علاقتهم ببعض حلوه جدا، كلها احترام وود، وتحسهم اتنين صحاب فاهمين بعض وبيتجننوا مع بعض، وده خلى الناس على السوشيال ميديا يتمنوا يبقوا زيهم. ساره مهتمه جدا بالدايت والاكل الصحي، وبتنشر فيديوهات كتير على التيك توك بتقدم فيها نصايح للناس اللي عاوزه تخس، وده خلى الناس تقول عليها دكتوره تغذيه أروبة، وعارفه كل انظمه الرجيم وايه اللي يناسب الجسم. الحلو اكتر بقى في ساره انها حريفه طبخ، وبتعرف تعمل كل الاكلات حتى الكوارع بتعملها، يعني تقول يا بخت الفنان محمد محمود عبد العزيز بيها، واخد امراء يا ست بيت شاطره في نفس الوقت، وكمان رومانسيه الله اكبر عليها. يعني حتى النظافه عندها هوس منها، ولا يمكن تقعد في مكان مش نظيف او في كركبه، ولو لقت حاجه زي كده تقوم تعملها هي بنفسها. كمان ساره بتعشق الكلاب ومربيه اكتر من كلب عندها في البيت، وبتنزل تجيب لهم الاكل بتاعهم بنفسها. اما بقى عن مطربها المفضل فهو وائل جسار، وده واضح قوي من الفيديوهات اللي بتعملها على تيك توك باغانيه. وعاوز اقول لكم حاجه، ساره بتحلم تبقى بارده وعندها لا مبالاه في حياتها، علشان شخصيتها مش كده خالص، وعاوزه تعيش تكبر دماغها ومش عارفه. تفتكروا بقى ممكن تدخل مجال التمثيل من بوابه يعني التيك توك ولا ايه؟ شاركوني برايكم في التعليقات.